الاستاذه هند صبري عامله مسلسل قايمه فيه بدور محاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اسمها اميره، قلت بس طالما الست اسمها اميره براحتها تعمل اللي هي عايزاه، معروف اي حد اسمه اميره خصوصا لو محامي بيبقى جامد زحليقه خارق للطبيعه، بيعمل حاجات اللي محدش يعرف يعملها. راحت مكتب محاماه عشان تشتغل فيه، اول يوم شغل فيها يا مسلم ادولها ملف قضيه وقالوا لها الجلسه كمان ساعتين. قضيه ايه؟ قضيه قتل. انا فاكره برضه اول قضيه حضرتها في الجنايات لما اشتغلت محاميه كانت قضيه قتل برضه، بس كانت بعد 4 سنين مش سنتين، مش ساعتين، سوري. المهم يعني القضيه دي في اول درجه كانت واخده 10 سنين. الاستاذه جمانه مراد اللي هي شريكه في المكتب وشغاله بقالها 16 سنه محاميه جنايات كانت جايبه للمتهمه 10 سنين سجن على اعتبار ان القضيه كانت ضرب افضى الى موت مش قتل عمد. الاستاذه هند صبري اللي بقالها ساعتين عشان اسمها اميره طبعا جابت للمتهمه براءه. المهم ما علينا، ده مش محور المسلسل اصلا. انا بس اللي ضايقني في المسلسل عضو النيابه العامه اللي كان خصم للاستاذه هند صبري او صاحب الدعوه الجنائيه اللي حقق في القضيه. المفروض ان هو كان زميلها ومطلعينه في المسلسل انه كان بيحبها وعايز يتجوزها وهي فضلت عليه واحد تاني فبيجزلها على اسنانه يعني. النيابه العامه اللي ما يعرفش هي اللي بتحرك الدعوه الجنائيه، هي اللي بتحقق فيها، هي اللي بتدي قرار اذا كانت تتحفظ او ان هي تتحل المحكمه. بناء عليه لما بتنزل القضيه دي للمحاكمه النيابه العامه ما بتترافعش قوي، يعني مش في كل القضايا، لان هي بتبقى قايله رايها مسبقا، مش مضطره انها تقوم تدافع باعتبار ان هي ممثله الادعاء، ان هي اللي بتجيب حق المجني عليه وحق المجتمع. بس في القضايا المهمه او قضايا الراي العام النيابه العامه بتقوم تترافع. فانا مش هترافع على مثلا الرول 10 11 قضيه، انا بترافع بس في قضيه واحده، فببقى مجهز لها كويس جدا. النيابه العامه بتبقى كاتبه مذكره تتدرس. اكيد كتير مننا شافوا مرافعات للنيابه العامه من اللي بتتسرب على النت دي، بتتصور وتنزل على النت. بيترافع مرافعه تتدرس لان هو مش دايما بيترافع، يعني مش دايما بيترافع في المحكمه. فاكيد لما هتيجي قضيه هبقى مذاكرها كويس جدا جدا جدا. لا، مطلعين بقى عضو النيابه العامه بطريقه مهلهله قوي، بطريقه ضعيفه قوي. قد ايه هو ضعيف، قد ايه ما عندوش معلومه، قد ايه هو مهلهل لدرجه انه ساب القضيه وساب المجني عليها وساب المتهمه وقال للقاضي ده جوز المحاميه مسجون في قضيه فساد. عارف انت لما يبقى حد بيتناقش معاك في موضوع وما هوش عارف يرد عليك او ما عندوش معلومه او انت صح، فعشان يلغوش على الكلام يكلمك على حاجه تانية خالص مالهاش علاقه بالموضوع. هم بقى مطلعين صوره عضو النيابه العامه بالصوره دي. عيب قوي قوي يعني من اداره المسلسل او من فريق العمل بتاع المسلسل ان هم يطلعوا صوره النيابه العامه عندنا بشكل ضعيف او مهلهل. ايه علاقه جوز المحاميه بالمحكمه؟ والقاضي رد عليه وقال لها اصل السيد وكيل النيابه عاوز يدخلنا في قصه تانية ومش عاوز ياثر على المحكمه وبتاع، واستجاب لقرارها او استجاب للطلب اللي هي طلبته وما استجابش لطلب النيابه. وهي خرجت بره قالت له كده انت مش مذاكر قانون كويس، كويس ان المحكمه لسه فاكره القانون وما اخدتش بالكلام اللي انت قلت عليه. ايه المهزله دي؟ ايه المهزله دي بجد؟ وده ان دل عن شيء يدل على اننا ما عندناش رقابه وان الحاجه بتنزل كده عادي اي حد بيقول اي حاجه. بس انا شايفه ان هي قله ادب من فريق العمل بتاع المسلسل ان هم يطلعوا شكل النيابه بالضعف ده او بالطريقه المهينه دي.